كان يوم عادي جدا، الشمس طالعة، الناس في الشارع ماشية، الأطفال بيلعبوا. فجأة طلقة رصاص واحدة بس تغير مصير العالم كله. والله رصاصة واحدة انضربت في زقاق صغير في مدينة محدش كان يتوقع إنها تبقى سبب أكبر حرب في التاريخ البشري ساعتها. حرب شارك فيها أكتر من 70 مليون بني آدم، ومات فيها أكتر من 20 مليون، واتصاب فيها أكتر من 21 مليون غيرهم. حرب غيرت خارطة الكوكب وقلبت أنظمة وخلت دول تنهار وأخرى تطلع على الساحة. إزاي كل ده حصل؟ وإزاي رصاصة واحدة تخلي العالم يولع؟ تعالوا نرجع بالزمن لأكتر من 100 سنة ونشوف الحكاية من أولها، بس كالعادة من زاوية مختلفة. قبل ما نبدأ خلينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدأ. الحكاية بدأت في أوائل القرن العشرين. وقتها أوروبا كانت عاملة زي قنبلة موقوتة، كل دولة كبيرة عايزة تسبق التانية، وكل إمبراطورية كانت شايلة غل من التانية ومستنية أي فرصة للتفوق عليها. ألمانيا كانت طالعة بسرعة رهيبة وبقت قوة صناعية مرعبة. فرنسا كانت شايلة جرح قديم من حرب خسرتها ضد ألمانيا ومستنية اليوم اللي تاخد فيه بطارها. بريطانيا كانت ماسكة مستعمرات في نص الدنيا ومش عاجبها إن ألمانيا عمالة تكبر وتاخد مكانها. روسيا من الناحية التانية كانت شايفة نفسها حامية الشعوب الثلاثية، خاصة صربيا اللي كانت صغيرة لكنها عنيدة ومش بتخضع بسهولة. أما النمسا المجر فكانت إمبراطورية كبيرة لكن متفككة من جوه، مليانة قوميات وكل واحدة عايزة استقلالها. في وسط الغليان ده كله كان في حاجة اسمها التحالفات، يعني كل دولة ماشية وراها شلة أصحابها. ألمانيا متحالفة مع النمسا، وإيطاليا وفرنسا متحالفة مع روسيا وبريطانيا، يعني لو دولة دخلت في خناقة الباقيين لازم يدخلوا معاها. الدنيا كانت زي قهوة مليانة رجالة، كل واحد شايل سكينة مستني كلمة تولعها. وفي يوم 28 يونيو 1914 الشرارة حصلت. ولي عهد النمسا اسمه فرانز فرديناند كان بيزور سراييفو مع مراته. الزيارة دي أصلا كانت مستفزة للناس اللي هناك لأنهم مش طايقين الاحتلال النمساوي. وهنا ظهر شاب صربي اسمه غفريلو برينسيب، مسك مسدسه وضرب ولي العهد بالنار هو ومراته، والرصاصتين دول كانوا الشرارة اللي ولعت الدنيا. النمسا أعلنت الحرب على صربيا، روسيا قالت مش هنسيب صربيا لوحدها، ألمانيا دخلت وقالت احنا مع النمسا، بريطانيا وفرنسا قالوا احنا مع روسيا. وفي لحظة أوروبا كلها بقت نار مشتعلة. الحرب خرجت بره أوروبا كمان لأن كل مستعمرة تابعة لأي دولة كبيرة اتسحبت للحرب. يعني جنود من أفريقيا وآسيا وحتى أمريكا الجنوبية اتجرجروا للجبهات. شكل الحرب كان مرعب. لأول مرة العالم يشوف حاجة اسمها حرب خنادق. الجنود كانوا بيحفروا خنادق عميقة في الأرض ويقعدوا فيها شهور. الأكل هناك والنوم هناك والرعب هناك. حوالين الخنادق كان فيه طين لحد الركبة، الفئران ماشية على الأجساد، الأمراض منتشرة، واللي يرفع راسه من الخندق شبر واحد بس كان بيتضرب بالنار في ثانية. والأول مرة استخدمت الغازات السامة، غاز الكلور وغاز الخردل. الجندي اللي يتعرض له كان بيقع وهو بيصرخ، عينيه بتتحرق وجلده بيتسلخ، ومفيش علاج. الطيارات دخلت الحرب لأول مرة، الدبابات اتجربت لأول مرة، والمدافع كانت صوتها بيهز الأرض كلها. المعارك كانت بتستمر أيام طويلة عشان خط واحد في الجبهة يتحرك قدام أو يرجع ورا. عدد القتلى كان فوق الخيال، أكتر من 20 مليون إنسان ماتوا، 21 مليون اتصابوا، وفيه ملايين تانية خرجوا من الحرب مش بني آدمين زي ما دخلوا، مكسورين نفسيا وجسديا. أوروبا اتدمرت، مدن كاملة اتسود بالأرض، وقرى اختفت، ومصانع ما كانتش بتعمل غير سلاح وذخيرة. في البداية أمريكا كانت واقفة على جنب بتقول احنا ملناش دعوة، لكن مع الوقت الغواصات الألمانية بدأت تضرب سفن فيها أمريكان. غير كده أمريكا كان عندها مصالح اقتصادية وبدأت تميل ناحية المعسكر المضاد لألمانيا.
سنة 1917 دخلت أمريكا الحرب بجيوشها ومواردها، والميزان اتقلب تماما. ألمانيا من جوه كانت بتنهار، الشعب جعان، الاقتصاد واقع، والجنود خلاص اتكسرت روحهم. وفي 11 نوفمبر 1918 ألمانيا أعلنت الاستسلام. الحرب خلصت أخيرا بعد 4 سنين من الدم، بس نهاية الحرب ما كانتش سلام حقيقي. معاهدة فرساي اللي اتفرضت على ألمانيا كانت مذلة، خدت منهم أراضي كتير، فرضت عليهم يدفعوا تعويضات بالمليارات، وخلتهم يحسوا إنهم اتذلوا قدام العالم كله. وده الغضب اللي هيتحول بعد كده لشرارة الحرب العالمية التانية. الناس ساعات بتسأل، هو كل اللي حصل ده صدفة ولا كان فيه ايد خفية بتحرك الدنيا؟ شركات السلاح كانت بتكسب مليارات، البنوك كانت بتمول الطرفين، والأنظمة السياسية لقت فرصة تتخلص من معارضيها بحجة الحرب. يعني اللي باين على السطح غير اللي بيحصل في الكواليس. الحرب العالمية الأولى ما كانتش مجرد معركة بين جيوش، كانت كارثة إنسانية علمتنا إن الجشع والغرور والطمع ممكن يهددوا العالم كله. لكن للأسف البشر ما تعلموش الدرس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الرحلة من زاوية مختلفة مع عصام الجندي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة. واستنونا في الحلقة الجاية اللي هتكون عن الحرب العالمية التانية، الحرب اللي كانت امتداد للي حصل واللي فيها طلع هتلر وغير مصير الكوكب كله. ونقول كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.